في ناس كتيرة بتلعب ماينكرافت بسبب عوالمها الكبيرة اللي مش بتخلص. عمرك فكرت ليه مش بتخلص؟ كمان ليه شكلها منظم ومرتب؟ الموضوع يا سيدي بيتقسم لثلاث حاجات. أول حاجة ازاي الشنك بيتولد، وبعدها نروح ازاي الشنك بتتكامل مع بعضها، وتالت حاجة ازاي اللعبة بتولد الشنكات حوالين اللعب. وخلينا نبدأ بأول نقطة. قبل ما أبدأ لازم أعرفك إيه هو الشنك. الشنك هو عبارة عن مساحة مثلا ممكن تبقى 16 في 16، ودي اللي بتحتوي الشنك كله من حيث بلوكات وأشجار وإلى آخره. الشنك في الأساس بيتولد كمربع بسيط مسطح، يعني فوق طبقة جراس وتحتها ديرت، بس كده شكله غلط. مفيش لا جبال ولا وديان ولا مسطحات ولا أي حاجة خالص. طب إزاي نضيف الارتفاعات؟ عشان نضيف تضاريس وارتفاعات لازم نخلي كل نقطة ليها قيم مختلفة، وهنا بيجي دور حاجة اسمها النويز تكستشر. النويز بيطلع قيمة من حد السالب واحد لحد الواحد، والقيمة دي بنضربها في الارتفاع واللي هو محور الواي للقلب، وبكده الشنك بيتحول من أرض مسطحة ما فيهاش أي حاجة خالص إلى أرض فيها تضاريس زي جبال ومنخفضات. ودلوقتي هنرجع نشرح النويز من أوله تاني. تخيل عندنا نقطتين، واحدة لونها أبيض على النويز والتانية أسود بس في مكان مختلف شوية. لو مشينا خط بين النقطتين دولت هتلاقي القيم ماشية تدريجي ما بين الأبيض والأسود، يعني هيدينا درجات رمادي مختلفة. القيم دي بتكون من السالب واحد لحد الواحد زي ما قلنا. الأبيض هيكون قيمة عالية نعتبره جبل، لو أسود هيكون قيمة منخفضة يعني مسطحات، أي حاجة زي بحر، حاجة زي كده. وبكده لما نحط القيمة دي على مساحة كبيرة يطلع لنا خريطة فيها جبال وديان بشكل منتظم مش عشوائي، لكن شبه طبيعي. طب ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأن ده هيسهل إن الشنكات تتكامل مع بعضها. طب إزاي الشنكات هتتكامل مع بعضها؟ الشنك بياخد مكانه في العالم ويحطه مكان في النويز بالظبط، يعني لو هو في العالم 100 هيروح يحط نفس الاحداثيات في النويز، كده العالم هيكون متكامل وما فيهوش اي اختلاف. اما النقطه الاخيره ازاي العالم ما بيخلصش، اللعبه طول الوقت بتشوف اللاعب واقف فين، وبمجموعه معادلات رياضيه بسيطه تولد الشنكات حوالينه في مدى معين. لو اتحرك القديم يختفي والجديد يتولد قدامه. بالطريقه دي ماينكرافت تديك عالم ممتد بلا نهايه، مش بتخزن كله من الاول لكنه بتولد لحظه بلحظه. وكده نكون خلصنا شرح الفكره الاساسيه لعالم ماينكرافت. عارف ان الشرح كان سطحي شويه ومش داخل في تفاصيل معقده، كنت ناوي اعمل شرح كبير وكامل بس صراحه الموضوع صعب الفتره دي بسبب اني لسه بادئ اولى ثانوي والوقت قليل جدا. وكمان الفتره اللي فاتت شاركت في 2 جيم جام وعملت فيها لعبتين، واحده مع ريكس والتانيه مع وهبي، واغلب الظن هعمل ليهم فيديو مخصوص بس مش عارف امتى صراحه. فلو حابب تدعمني وتشجعني اركز على الفيديوهات اشترك في القناه واديني دافع اسيب الدراسه واركز على المحتوى بقى عشان انزله.